بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد المبعوث رحمة وهدى للعالمين، وعلى آله وعترته الطاهرين المطهرين الحاملين مشعل نوره إلى يوم الدين، وعلى صحابته أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل بداية حمدا لا حد له ولا انتهاء على رجوع حبيبنا وشيخنا قدس الله سره العزيز من المملكة العربية السعودية سالما غانما معافا مسرورا ومستبشرا بعد أدائه مناسك العمرة كعادته في كل سنة، وتجديد لقائه بمريديه وأحبائه الذين التفوا من حوله ملتمسين النور من مشكاته كما يلتمس القمر النور من الشمس. فهنيئا لكم به، وبشرى لكم، بشرى لكل من قدم القليل أو الكثير في سبيل تيسير إقامته وزيارته المباركة. نقول لكم من هذا المنبر: يكفيكم فخرا وشرفا واعتزازا ما يكنه لكم شيخنا من محبة، والشيخ هو سر المحبة، فمحبته للمريد لا تعادلها نعمة ولا تقابلها مكافأة، فهو يحبك لك لا لغاية خارج ذلك، وهو مقام الإخلاص الذي لم يتحقق به إلا من فنى فناء محضا في حضرة الله. نرحب باسم شيخنا قدس الله سره بزوارنا الأعزاء الذين شرفونا بقدومهم، والذين أضافوا إلى شرف مكانتهم الاجتماعية وعلو كعبهم في مجالاتهم شرفا أعلى وأغلى، شرف اللقاء بشيخنا قدس الله سره. فالقلوب الطيبة تساق إلى القلوب الطيبة بتقدير من العزيز القدير، وعلى رأسهم معالي السيد المستشار جمال أحمد مفلح سرايرة، نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حفظها الله ملكا وشعبا، والذي تقلد عبر مسيرته المهنية مجموعة من المناصب السيادية التي لا يتقلدها سوى متمكن بارع في فن القيادة والتسيير. شرفنا مرفوقا بمعالي السيد جمال محمد ضمور وسيد فارس أحمد ثلج الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية، وسيد هاشم طارق محمد نونة شيخ الطريقة الشاذلية، والشيخ يحيى علي إبراهيم السميعات شيخ الطريقة العلوية، والمنشد سيد أحمد هاشم محمد نونة. فهم ضيوف شيخنا الذين حملوا معهم أنفس ما يمكن أن يقدمه حبيب لحبيبه، وأغلى ما يمكن أن يثلج صدر شيخنا قدس الله سره، الذي سألني يوما قبل أكثر من 8 سنوات: إذا خيرت بين طريق الله وطريق رسول الله فماذا تختار؟ أجبته بغفلة وقلة علمي: أختار طريق الله يا سيدي. فقال رضي الله عنه: كيف ستعرف الله دون المرور عبر طريق رسول الله؟ كنا نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرشدا أوحي إليه بنبأ كلف بتبليغه للناس، فانتهى دوره بهذا التبليغ إلى أن تقربنا من عترته التي قال فيها صلى الله عليه وسلم في حديث رواه عدد كبير من الصحابة الأخيار، منهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الشريف، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وجبير بن مطعم، وزيد بن أرقم، وزيد بن ثابت وغيرهم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. أخرجه الإمام أحمد والطبراني والبزار والنسائي والطحاوي. فلما كان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كان المفلح من تمسك بعترته تمسكه بالقرآن، والخاسر من اعتقد أنه غني عن العترة بكثرة العبادة الجرفاء والاحتجاج بالحفظ والبرهان. لكن الله عز وجل بث في قلوب الأصفياء في كل مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي
محبة آل بيت رسول الله، نزولا عند وصيته صلى الله عليه وسلم، وإدراكا لمكانتهم وأهميتهم وضرورتهم في السعي نحو العروج إلى حضرة الحق. فها هم الأكابر قد قدموا إلى المملكة المغربية الشريفة من المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم شعارات شريفة تساقطت من رأس ولحية رسول الله الطاهرة، فتلقفها صحابته رضي الله عنهم. وقد ورد في الصحيحين بروايات متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه الشريف في حجة الوداع، فأمر أبا طلحة وزوجته أم سليم بقسمته بين الصحابة الرجال والنساء الشعرة والشعرتين، فتقاسمه الصحابة بينهم للتبرك به، وتوارثه الأخيار أبا عن جد، فلم يقدم الواحد منهم هذا الكنز الثمين إلا لمن استولت محبته على قلبه. فأنت هنا لا تقدم هدية مادية مهما غلا ثمنها، بل تقدم أشرف أثر لأشرف مخلوق إطلاقا، تقدم شعارات تساقطت ممن خلق الله الخلق من نوره، ممن كان قاب قوسين أو أدنى، من جسد سيد ولد آدم الطاهر. فبشرى للمعطي وبشرى للمتلقي وبشرى لنا بهذا التشريف العظيم. إن كنا قد أدركنا بأن شيخنا قد تلقى سر الشجرة المباركة عن رسول الله قلبيا، ها قد كتب الله لنا معاينة تلقيه لأثر مادي محسوس عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد كريم سليل الكرماء، على يد هذا الوفد الطيب الطاهر الذي تكبد عناء السفر ليشرفنا في هذه البقعة الطاهرة. فنلتمس من أسياد تقديم الهدية لشيخنا قدس الله سره وتقديم كلمة بهذه المناسبة، فليتقدم مشكورا. سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك
المرسلين والحمد لله رب العالمين. مبارك يا شيخ. مبارك يا سيدي. الله أكبر. جاءت إلى أهلها يا سيدي. اللهم صل على سيدنا محمد. كبير الله كبير الله كبير الله أكبر. تهليل لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد.